اهلا وسهلا بحضراتكم. استنوا في اخر الفيديو عشان في هديه بسيطه كده مني لاعضاء القناه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اولا عيد الام، وثانيا بمناسبه حلول شهر رمضان. ويا رب يا رب يا رب السنه دي تبقى احلى من اي سنه، وربنا يحمينا ويحمي كل امهاتنا ويحمي كل عائلاتنا ويكفينا شر كل الامراض وشر كل الوحش يا رب. بالمناسبه دي بقى بنقول ان قطره العين لا تفطر. وعشان شفت ناس بتقول كلام او معلومات ممكن ما تكونش صحيحه قوي، فهي قطره العين اصلا ايه فكرتها؟ ليه قطره العين ما بتفطرش؟ طب ايه علاقه قطره العين بالافطار؟ ده اللي هنتكلم عنه في الحلقه البسيطه دي. الطبيعي ان احنا ربنا خلق لنا جهاز لتصريف الدموع. الدموع بتفرز من هنا، تتصرف في البلاعه بتاعه تصريف الدموع، تنزل من القنوات بتاعتنا، القناه اللي هي بجانب الانف، لحد ما بتتصرف في الانف، تجويف الانف من جوه، وفي الاخر بتنزل في الحلق. عشان كده في بعض الناس لما بيحطوا القطره بيحسوا بمراره في حلقهم وبيبقوا متضايقين، فانا بقول لهم قولوا الحمد لله، ده كده احنا السكه بتاعتنا سالكه. ده في ناس بتعمل عمليات وعمليات كبيره وبتكسر في العظم بتاعها عشان عندهم انسداد في المجرى بتاع الدموع بتاعتهم ده. فاللي يحس بالطعم ده يقول الحمد لله ان هو حس بيه. طيب، هو احنا لما بناخد بقى القطره في رمضان وبنحس بالطعم في حلقنا، ففي واحد يقول لك ايه ده انا كده كاني شربت ميه او في حاجه نزلت في زوري، بالذات لو بلعتها وما لحقتش ان انا اتفها او اتفلها. طيب، هو راي اغلب العلماء والراي الراجح ان شاء الله ان هي لا تفطر، لان العين مش منفذ اصلا للاكل. هي العين مش منفذ للغذاء من المنافذ الطبيعيه. يعني مفيش حد عشان يحس ان هو هيشرب ميه يقوم حاطط نقطه قطره، فالقطره تنزل في انفه في حلقه فيشربها. فدار الافتاء وكثير من ال 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 الشيوخ وكثير من دور الافتاء الاخرى افتوا ان قطره العين غالبا ان شاء الله باذن الله لا تفطر في نهار رمضان. طيب، لو انا بقى مش عايز احس بالطعم بتاعها ده، انا قدامي حاجه من اتنين. طب انا اقفل اصلا السكه او البلاعه بتاعه تصريف الدموع دي او تصريف القطره دي فما احسش بيها في حلقي. فانا ممكن يا اما اغمض جامد قوي كده، او اضغط على الجزء البارز ده اللي احنا بنسميه البانكتم او بلاعه التصريف بتاعه السوائل كلها اللي جوه العين. اضغط عليها لمده 30 ثانيه بعد ما اخد القطره، فغالبا كده انا هقلل كتير قوي من اللي هيمتص. ودي النصيحه اللي بنقولها مثلا لو واحده حامل او واحده بترضع وبتدي قطره، او قطرات احنا بنحاول نقلل من الاثر الجانبي بتاعها لو هي بتمتص في الجسم مثلا وممكن تعمل اثر جانبي. ده اللي بنقوله للناس على طول: اقفلوا الحته دي، اضغطوا عليها جامد، القطره مش هتمتص، فمش هتوصل للحلق، فمش هتحسوا بالمراره بتاعتها. وان حسيتوا بالمراره بتاعتها فده ان شاء الله مش هيفطركم. هحط لكم حتى الصوره بتاعت دار الافتاء المصريه. طيب، انا كنت قلت في الاول ان في هديه، او مش هديه، هي تقدير مني لحضراتكم، لكل الناس اللي على الصفحه بتاعتي، لكل الناس اللي على القناه بتاعتي اللي هم بيشرفوني. على عكس الفيسبوك او الاعلانات اللي احنا بنعملها، احنا بنوصل للناس. فلا، انتوا هنا بتدوروا علينا وبتشوفونا بمحض ارادتكم ومستحملين قله الامكانيات بتاعتنا وساعات الموضوعات اللي ممكن ما تكونش حلوه قوي او مهمه قوي. فانا حابب اميز كل الناس اللي بيتفرجوا عليا على اليوتيوب. لو اي حد عايز يشرفني يعمل عندي اي عمليه، اي كشف، اي حاجه، هو بس يكتب الكلمه اللي هتطلع قدامكم دي: تيم دكتور جوده. دي بس يكتبها ويبعتها على الواتساب بتاعي او على واتساب الشغل، وتحت في صندوق الوصف كل البيانات بتاعه الاتصال بتاعتنا. واي حد اي حد اي حد اي حد عايز كشف العيون ومش مش قادر على ثمنه، الكشف مجاني تماما في عياده المعادي. اي حد عايز يعمل عمليه وبيكون بيتفرج عليا دلوقتي، عايز يعمل تصحيح ابصار، عايز يعمل ميه بيضاء، عايز يعمل زرع عدسه، عايز يعمل زرع قرنيه، عايز يعمل اي حاجه خدمه في العيون وعايز يشرفني، انا بتشرف بيكم ان انتوا بتتابعوني. واستخدم بس تيم دكتور جوده ده، وهتلاقيني عملت يعني احسن حاجه معاكم ان شاء الله. ده تقديرا مني ليكم بس ومحبه. وان شاء الله باذن الله القناه بتاعتنا دي تكبر، وان شاء الله نطورها بعد كده ونعمل موضوعات تفيد حضراتكم. اتمنى ان انتم تكونوا دايما في صحه وسعاده ورمضان كريم. مش هطول عليكم، مع السلامه.